بيسألوك لو انت عندك اي سؤال لينا او اي حاجة حابب تسألها لنا. طبعا لازم تبقى مجهز نفسك بسؤالين ثلاثة على الاقل. زي ما قلنا الانترفيو او المقابله اللي انت بتعملها عشان الشغل تبقى تو ويز، يعني انت ما تخافش من اي حاجه خالص، وهم عايزينك زي ما انت عايزهم. فممكن نسال مثلا سؤال في اخر الانترفيو اللي هو بيبين لو في اي تحفظات حصلت خلال الانترفيو، يعني في اي هيزيتيشن من الريكروتر اللي هو ما يعينكش مثلا. السؤال ده كويس جدا في حتة اللي انت تعرف تعالج الأخطاء اللي انت غلطتها خلال الانترفيو، أو تخليه يسمع تاني الإجابة النموذجية اللي هو عايزها، لأن هو هيبدأ يديك نيجاتيف فيدباك عن الحوار اللي حصل بينك وبينه. هيقول لك مثلا انا خايف او انا قلقان اللي انت مش الفت، لان الصراحه احنا محتاجين حد يتكلم اكتر من لغه. فانت بترجع تقول له لا، انا حصل معايا موقف واحد اتنين تلاته، وانا مثلا بتكلم الماني، او دلوقتي انا بدرس لغه انجليزيه او روسيه. ترجع لنفسك، او بترجع تعمل زي انترودكشن لنفسك من اول وجديد على النيجاتيف فيدباك اللي هو اداها لك.